مساء الخير على كل متابعيني ومتابعين المسلسل الجميل وبيننا ميعاد حلقة جديدة وملخص جديد. الحلقة بتبدأ وحسن بيروح لنادية الشركة وبيقولها كويس ان لقيتك، انا خلاص كنت ماشي. قالت له كويس ان انا كمان لقيتك، انت هترجع مش هتلاقي رضوان، لان في الحاج نجاح اللي كان بيشتغل معانا زمان كلمني وقال لي ان هو عايزني ضروري، وان في ملف بخصوص رضوان وهيكشف لعبته وخلاص احنا هنمشيه مش هيشتغل معانا. بيقول لها اه صحيح، عملتي ايه في موضوع اروى بنتك؟ عريسها؟ ضحكت وقالت له اه طلع عريس فعلا. قال لها ربنا يخليها لك، انا مقدر ان انتي ام وعايزه تفرحي بيها، وفي نفس الوقت برضو يعني مش قادره ان انتي تستغني عنها او تبعد عنك. قالت له بالظبط كده، هو انتوا هتسافروا امتى؟ قال لها ان هم خلاص هيسافروا النهارده، لكن هي بتقول له بلاش السواقه بالليل، روح علشان تلحق ان انتوا تمشوا بالنهار. قال لها اوكي، وانا هحاول اجي والحق برضو ان انا ابقى معاكي في مقابله الحاج نجاح علشان اشوف ايه موضوع الملف ده. ايهاب بيكون مع خطيبته وبتقوله ايه اللي بيحصل دوت، واشمعنى بقى انت كنت هتتخضى على الست ديت لما كانت قافله الباب؟ انت ما شفتش منظر وشك كان عامل ازاي؟ قال لها لا ابدا، حسيت ان انا مهتم فعلا بيها. فبتقوله على فكره انا متضايقه. قال لها لسه متضايقه؟ هو ايه اللي يضايقك مني؟ قالت له هو في موضوع غير الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، موضوع السفر طبعا. قال لها لا مش وقته، وانا قلتلك لسه هفكر. قالت له طيب بابا عايز يقعد مع انكل، فانت لازم ان انت تخليه يقعد معاه. قال لها اوكي انا موافق، بس بشرط ما يجيبلهوش موضوع السفر ده. اما بقى بتيجي الممرضة وبتقوله تيتا جميلة فائت وعايزة تتكلم معاك، فبتقوله اتفضل روح لها، شفت هي دي المريضة الوحيدة اللي انت مهتم بيها. بيدخل وبيقول لها ليه عملتي كده؟ قالت له انا اسفه جدا، ما كنتش عايزه اتكلم مع حد. قال لها طيب ليه كل دوت بيحصل؟ قالت له متضايقه، الدنيا دي بجد صعبه جدا، والموت انا بكرهه، وقح ما بيستأذنش، بياخد اي حد. خد اختي مني، كنا احلى اختين في الدنيا، وكنا البيت بتاعنا بيطل على نادي هليوبلس، وكنت مبسوطة جدا وانا عايشة في السن دوت. كنت دايما ببص وافتكر الميعاد والمكان اللي كنت بخرج فيه انا وعبد الله. قال لها مين هو عبد الله؟ ده كان خطيبي. قالت له لا دوت كان صديقي، وبابايا رفض ان هو يجوزهوني، فاختي من ساعتها وهي راحت مني وانا كنت بحبها جدا. قال لها اختك ديت كانت اكبر منك؟ قالت له لا بالعكس ده اصغر مني، كنت دايما بقول لها ربنا يجعل يومي قبل يومك. قال لها وده يخليكي تبعدي عننا وما تكلميناش وتقفلي على نفسك الباب؟ قالت له انا اسفه، مش عارفه ان انا كان مالي وما كنتش حاسه بجد انا بعمل ايه، كان لازم اقعد لوحدي. هو بيكون جنبها وبيحاول يتكلم معاها ويطيب بخاطرها. اما حسن بيجمع اولاده بيقول لهم يلا ما تنسوش اي حاجه. بيقول كمان لعلي راجع تاني وشوف الغاز قفلناه ولا لا يا علي؟ بيقول له تمام يا بابا. بيقول له افرد وشك يا حبيبي. قال له بس بشرط انت قلت لي بعد السفريه دي هنرجع تديني 150,000 جنيه. قال له اوكي. كمان بيقول لمراد ابنه ما تنساش الغيارات دايما بتنساها، وابنه بيقول له يا بابا وطي صوتك خلاص انت هتسيح لي. طاهر كمان بيكون جاهز وبيقول له بابا انا اللي هسوق، ومراد يقول له لا انا اللي هسوق. فقال له بس انت يا بتاع محسن بدل ما انا اتكلم. فقال له اوكي يبقى سوق انت، لكن باباهم بيقول لا انا يا جماعه اللي هسوق، انا مش ناقص وجع دماغ في الطريق. بيجي بقى ديشا وبيقول له كنت فين؟ قال له كنت بجيب البلاي ستيشن بتاعي علشان نلعب. قال له نلعب احنا هناك نتكلم اكتر، نقعد مع بعض اكتر. وطاهر بيقول لبابا بابا يا ريت تركن على اي مكان فيه بنزين علشان نجيب كوفي وشوكليت وكده. قال لهم هو كل واحد 100 جنيه يتشقلب بيها، لكن هم بيقولوا له 100 جنيه ايه يا بابا اللي تكفينا؟ وطاهر بيقول له الكوفي بتاعي لوحده، قهوتي لوحدها ب50 جنيه. قال له ليه يعني بتشرب ايه؟ قال له هو كده يا بابا، وكله عمال يتناقش في ال100 جنيه لو تزيد يعني. طبعا بيقول له والله انت اللي عاقل فيهم يا مراد، انت نايم يا حبيبي. بيرد بيقول له لا يا بابا، ما احنا لما نوصل هناك هاخد منك ال100 جنيه. في المشهد دوت بيبيعوا طبعا البيت بتاع نادية ورمزي باباهم القديم، والمشتري بيسيب لهم الفلوس بتاعتهم وبيقولوا له تتهنى بيه يبقى عتبة خير ليك يعني. لكن هو بيقول لها الحقيقة ان ابني هيتجوز فيها، دي مش ليا انا. وبيقول له بكره ان شاء الله نتقابل علشان نسجله في الشهر العقاري. لكن نادية بتقول له لا انا مش هكون موجودة معاكم للاسف عندي شغل. فبتتكلم مع رمزي وبتقول له خد بقية فلوسك من الظرف التاني. قال لها لا يا حبيبتي، انا هاخد واحد وانت واحد. قالت له بس نصيبك انت غيري. قال لها لا، انت عندك شيلة تقيلة وكبيرة ولازم ان انت محتاجة حد يساعدك، وكمان ميراث مامة ايهاب موجود يعني معانا الحمد لله وزيادة، انت اللي محتاجة ده
قالت له مش عارفه اقول لك ايه، انت مين؟ قال لها انا اخوكي اللي لما اي حد مننا بيتخبط بيقول اخ، انا اخوكي اللي جنبك ومعرفش انت بتعملي كل ده ليه. قالت له انا خايفه عليك، انا عايزاك زي ما انت فعلا كده دلوقتي، لكن مش عايزاك ولا سهر ولا خروجات ولا ستات ولا السكر ولا الحاجات دي، انت كنت بتشرب، انت كنت هتضيعهم من ايدك. قال لها وحاولت اعمل ايه وحاولت انجيهم، انا بجد ده غصب عني، ما بقيتش عارف اعمل حاجه. الولد بيتهرب مني في كلام شايفه في عينيه اكتر واقوى من الكلام اللي هو بيتكلمه معايا بجد. وبتقول له انا هروح بقى علشان في عريس جاي القروة وهنتقابل مع مامته النهارده، فبيقول لها مبروك يا حبيبتي، ومامتها بتقول له لسه مبروك ايه، لسه هقعد مع مامته لما اتكلم معاها الاول. بتقعد مع مامته وبتسأل الولد بتشتغل ايه وبتعمل ايه في دبي، فبيقول لها مساعد مدير قناة في شبكات قنوات، مجموعة شبكات قنوات في دبي. بتقول له هيا حبيبي وكمل، انا ما بقولكش انت عندك ايه، انا بقولك وناوي تعمل ايه لما تتجوز وهتكون عايش فين. قال لها هعيش شوية في دبي وبعد كده مامت قالت ان في اجازة بننزلها عند اخته علشان هي مقيمة في لندن وفي الوقت ده اروى هتكون معانا. فبتقول لها نادية حضرتك جوزك فين؟ طاهر بيكون بيكلم ندى ومراد بيكون بيكلم البنت اللي هو بيحبها، كل واحد منهم بيقول لحبيبته كنت نفسي تكوني معايا قوي، الجو حلو شوية، الجو برد بس كنت محتاجك معانا. حسن بينادي على اولاده وبيقول لهم جايين تتكلموا هنا في التليفونات، بتكلم مين ان شاء الله؟ ومراد بيقول له بكلم واحد صاحبي، بيقول له هنمشيها صاحبك. علي بيقول له إيه بابا بجد انتوا كنتوا متعودين تيجوا هنا ازاي؟ قال له هكلم لك عمك حسني يجيب لك الورقه اللحمه اللي احنا متعودين نعملها، احلى ورقه لحمه من عمك حسني بيعملها، بس زمان كان بابا بيعملها احلى بكتير. فعلي بيرد عليه وبيقول له بابا على فكره دي تاني مره نيجي هنا وتقولي نفس الكلام، قال له بكره انت كمان تحكي لولادك عن اللي انا بقوله لك دلوقتي. فبيتكلم مع طاهر وبيقول له ايه رأيك في الجو؟ قال له حلو جدا بس ملل. قال له ملل؟ تعرفين انت محتاجين ايه؟ محتاجين بيت يلمكوا كده وتبطلوا اللي انتوا فيه. قال له طيب انا نفسي تيجي معايا في مرة الساحل وانا اوريكي المنظر عامل ازاي والجو هناك عامل ازاي. قال لهم بالعكس الجو هنا جميل جدا واحنا متعودين نيجي هنا. فبيقول لمراد مراد ممكن اعرف في ايه مالك؟ قال له انا مزعلني جدا يا بابا ان انتوا بتتدخلوا في حياتي وكلكم عايزين تعرفوا بحب او ما بحبش، انا لو حبيت هقول لكم. كمان بيقول لطاهر إيه ها يا طاهر وانت؟ قال له انا بجد يا بابا نفسي اعمل حاجه اللي انا بحبها. فقال له طب وفي حد بيحب المزيكا ما فكرش يقرا ولا يجمع معلوماته عن الموسيقى؟ قال له انا بحب المزيكا بس مش الشرقي، يعني ما توصلش لدرجه محمود درويش وكده، انا بابا بحب المزيكا بطريقه تانية. قال له طيب ما مش مشكله، بحب المزيكا بس تعرف ازاي تخرجها. في المشهد ده بقى علي بيسألهم هو انتوا ازاي بتعرفوا ان انتوا بتحبوا؟ فقال له بص هو انت ما تفهمش ايه اللي بيحصل لك كده، كل حاجه بتتلخبط وفجاه تحس ان انت كانك وقعت على وشك ومش فاهم حاجه. علي كمان بيسأل باباه بيقول له بس انت دايما انت وماما كنتوا بتتخانقوا؟ قال له ايوه كنا بنتخانقوا عشان انا اتجوزت جواز تقليدي وكنت فاكر انها بنت عمي وخلاص، وبابا فكره ان انا اتجوز بنت عمي دي كانت ضروريه بالنسبه له علشان ما نطلعش برا العيله وكده، بس بعد كده عرفت ان هي عايزه تعمل بيت وعيله، ولو كانت عايشه دلوقتي معايا كنت قلت لها قد ايه انا بحبها، وكنت نفسي بجد وهي دلوقتي لو معايا تعرف انا فعلا بحبها قد ايه. هي كانت بتحاول تلم البيت وتحافظ عليكو، عكسي تماما، كنت انا زمان بتاع ستات وكنت بخرج، كنت مش في دماغي خالص البيت، وهي كانت بتحاول ان هي تحافظ على البيت وعليكم، دلوقتي بحاول اعمل لها اللي هي كانت نفسها فيه علشان تعرف اني بحبها قد ايه. وبيدمع طبعا لما بيفتكر مراته. طاهر بقى بيغني لهم، اما ليلى بتتكلم مع المستر بتاعها دوت اللي بيقول لها بحبك، بيقول لها ايه بقى اكتر حاجة عجبتك فيا؟ قالت له سنك. قال لها يعني ايه؟ قالت له بص بشرط واحد بس انا هوافق على علاقتنا دي، ان انت ما تتحكمش فيا. قال لها بمعنى ايه؟ قالت له يعني لو اتحكمت فيا هبعد، لو قلت لي رايحه فين وجايه منين ولبسك بقى والجو ده. قال لها ما انا لازم اقولك كده انا بحبك. طيب وايه اكتر حاجة حببتيها فيا؟ قالت له هو برضو سنك. قال لها يعني اقولك ايه ميزاتي تقولي سنك وايه عيوبي تقولي سنك؟ قالت له عيبك دوت بالنسبة لاهلي مش ليا، انما ليا انا شايفاك بجد عقلك كويس ناجح شاطر وان شاء الله هتنجح اكتر واكتر. انما الولاد اللي هم من سني او اكبر مني شوية دول بحس ان هم تافهين وان هم سنهم صغير كده وان احنا مش فاهمين بعض. قالت له كمان قال لها بس المفاجأة الجاية لما تنجحي في الثانوي ان شاء الله هاجي وهخطبك، هي دي اللي هتبقى هدية نجاحك. قالت له اوكي وممكن كمان نتجوز ما استناش للكلية ولا حاجة.
قال لها اشمعنى؟ قالت له انا قلت لك عشان سنك. قال لها ايه موضوع سني ده؟ قالت له يعني من الضروري ان احنا نتجوز في الوقت دوت، لان مفيش وقت. في المشهد دوت اروى بتقول لمامتها ايه رايك في عزم؟ قالت لها ما ينفعش يا حبيبتي، ده اخد دبي ترانزيت يعني مش هينفع لك خالص. قالت لها ازاي بس يا ماما؟ قالت لها انتي ما سمعتيش بيروحوا لاخته الكل قد ايه؟ انتي دلوقتي ما تعمليش اللي انتي، ما تاخديش اللي انتي عايزاه وبس لمجرد انك عايزاه، اختاري اللي يناسبك. انتي دوت ما يناسبكيش، مستحيل اوافق عليه. قالت لها ليه يا ماما بس؟ هو انتي عايزاني اعمل زيك؟ متحكميش فيا بالشكل ده وسيبيلي انا القرار. هو قال ايه بس غير ان هو بيقعد في دبي وما بين عند اخته وما بين دبي؟ قالت لها انا شايفه ان مش ده خالص اللي يناسبك وان انتي ما تستهلوش. وبتزعل جدا مامتها لما هي بتقول لها ما تخلينيش اكون شبهك يا ماما وخليني اختار انا براحتي. قالت لها بنت اخر مره تتكلمي معايا بالشكل ده. بتتضايق ومودها بيقفل، وحسن بيبعت لها فويس نوت وبيقول لها ايه الاخبار، طمنيني على العريس، اروى عملتي ايه؟ تاني يوم بقى بترد عليه وبتقول له انا اسفه جدا معرفتش ارد عليك امبارح، مودي كان وحش وانا دلوقتي في الموقع في ابو قير رايحه عند نجاح. بتفتح العربيه وبتنزل بتلاقي حسن في وشها، فبتستغرب جدا بتقول له مش معقول. قال لها ما كانش ينفع اسيبك، ده اصحابي. كان ملخص الحلقه، يا رب يكون عجبكم.